ديزاين بروسيس هتتغير ازاي مع وجود الاي اي؟ كان الاول بنشتغل زي ما انت فاهم الاوتوكاد وال 3 دي ماكس وبعد كده الفوتوشوب عشان تبتدي تعمل برزنتيشن للديزاين بتاعك. دلوقتي التولز اختلفت شويه، انت ممكن بتشتغل بحاجه زي ديسكورد مثلا اللي هو الميد جيرني، تبتدي تطلع بيه الفكره المبدئيه الاول، وبعد كده البلان بتاعك اللي انت بترسمه. مثلا لو بنتكلم على الليفينج روم، فانت وزعت الفurniture بلان بتاعك، حطيت الكنبه وحطيت التلفزيون والحاجه بتاعتك. ده ممكن تقوم مدخله على نانو بنانا، تبتدي تقول له انا عندي البلان ده وعندي الصوره الريفرنس دي اللي انا بفكر تبقى حاجه شبه كده. فممكن تحول لي ال 2 دي بلان ده ل 3 دي بالشكل ده. لو انت عايزه زيه بالظبط هيبتدي هو يظبط لك كل حاجه وبيطلع لك تقريبا نفس الاليمنتس ونفس كل حاجه. بيحول ال 2 دي ل 3 دي. هو بيحدد كمان، يعني احنا كمان بنحدد له الليفل بتاع عايز الصوره تبقى اقرب قد ايه للريفرنس بالظبط. انت عايز براحتك، يغير ممكن فيها تخليها كتير هي بالظبط، ممكن يطلع حاجه قريبه ليها. بس هو الاحلى بقى ان انت مش هو ده الديزاين لغايه دلوقتي. هو الاحلى التعديل بعد كده. انت طلع لك صوره خلاص بالمقاسات مظبوطه، حاطط حاجه قريب من الموديل اللي انت عايزه، وبعد كده تقدر تعدل بمنتهى السهوله. يعني تقدر تقول له لا شيل لي الكنبه دي وتحط في الاليمنتس مثلا اللي عندك كنبه انت عايزها بلونها بقماشتها بكل حاجه، يغير لك الكنبه. لا غمق لي لون الارض، لا السقف انا محتاج فيه يبقى سبوتس مثلا في الحته الفلانيه، شيل النجفه دي وحط دي. فهنا انت اللي بالديزاين. هو مش الاي اي هو اللي هيعمل الديزاين، يعني او الذكاء الاصطناعي هو اللي بيكريت. انت اللي بتكريت، بس هي التول بقت سهله. ايوه، وبقت يعني هو أسرع. الديزاينر هو اللي سايق بالظبط. بس، يعني ايه بيساعدنا ان احنا نطلع هو بيوفر result لك أسرع. وقت ويوفر لك مجهود. لو انت يعني بزنس اونر او عندك مكتب، ده طبعا بيفرق معاك في التيرن اوفر بتاع المشاريع. انت بدل المشروع يقعد عندك بالثلاث اربع شهور، لا هو ممكن يعني في المستقبل خلاص الموضوع 10 ايام تكون مطلع مثلا برزنتيشن مثلا يعني. أيوة. بس طبعا هو احنا ستيل لسه بنجرب ولسه في حاجات ميسنج. بس انا متوقع ان هي هتوصل قريب جدا، ان هو خلاص احنا هننتقل لده. احنا لسه ما انتقلناش 100%، بس هو ده المستقبل عامه يعني. متحمس جدا اشوف البروجكتس اللي هتعملها بالاي اي بقى. وانا كمان انا بجرب لسه لغايه دلوقتي يعني. طيب.